السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل لسلامة الغذاء في إقليم القاشبركة. حملة تشجير لأفراد قوات الدفاع. أعمال ناجحة للحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم عنسبة. دول غرب أفريقيا تحذر من التدخل العسكري في النيجر. القوات الجوية الروسية تنضم إلى مناورات واسعة النطاق في سوريا. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الشتاء في أمريكا الجنوبية. من العناوين إلى التفاصيل. نظم مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في فرع وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة ورشة عمل بالتعاون مع شركاء العمل لسلامة غذاء الإنسان والحيوان. وقال مسؤول وحدة رقابة الثروة النباتية السيد أبراهام ليحي ميكيل أن الورشة التي يشارك فيها 65 عضوا وشريك عمل من مديريات قلوج وهيكوتا وتسني وفورتوساوا تشمل وسائل مراقبة الأغذية والحذر للحلول دون تلوث الغذاء وآثار الأغذية الملوثة والبكتيريا المسببة لتلف الغذاء وخصائصها وأسباب وأعراض الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية وأساليب النظافة والحفظ. وذكر أن الهدف هو زيادة المعرفة والوعي للمهنيين الزراعيين والشركاء العاملين لتوفير منتجات مضمونة السلامة والمحتوى للمستهلك وإنشاء منصة للعمل معا. من جانبها ألقى مسؤول وحدة مراقبة الموارد الحيوانية بإقليم القاشبركة السيد سعر إبراهام محاضرة موسعة حول سلامة الغذاء. ودعا مدير مديرية التسنية السيد سيون غبريسوس المشاركين في ورشة العمل للعمل الجاد لرفع وعي المستهلك لأن أعمال المراقبة وحدها لا يمكن أن تكون فاعلة، رغم أن أعضاء وزارة الزراعة وشركاء العمل هم المنفذون الرئيسيون للبرنامج. واقترح المشاركون إدخال نهج متكامل وفعال للمكافحة في محاولة للحد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والأمراض المعدية الأخرى. قام أعضاء مركز تدريب قوات الدفاع بشتل حوالي 1200 شجرة يوم 3 من أغسطس في منطقة بيت قرقيش بالتعاون مع وزارة الزراعة. شارك في حملة التشجير حوالي 250 من أعضاء فرقة المرشاة الموسيقية ومكتب هيئات الأكاديمية العسكرية. وأوضح المشاركون في حملة التشجير أن شتول الأشجار تحتاج إلى المتابعة لضمان نموها. وكان أعضاء مركز تدريب قوات الدفاع قد قاموا بأنشطة تشجير مماثلة يومي 15 و16 من يوليو الماضي. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه من 26 وحتى 29 من يوليو الماضي تحقيق نتائج مرضية في الجهود المبذولة للحد من وفيات الأمهات والأطفال. وأوضح المدير الطبي الدكتور هينوك تهيل انخفاض الولادة في المنازل نتيجة الوعي الصحي المتنامي. وقال إن الإصابة بالملاريا انخفضت في 3 في الألف العام الماضي إلى 1.1 في الألف هذه السنة، لكن العملية تحتاج إلى المتابعة الجادة من تنقل الشعب وموسم الأمطار. ودعا الاجتماع مواصلة التوعية بأهمية غرف انتظار الحوامل وتطوير الأنشطة الشعبية الصحية واتخاذ الخطوات الجادة بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستخدام جيد للدواء. وناشد المهنيون المشاركون في التقييم لمنح الاهتمام الكبير لرفع الوعي الصحي للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية وإنجاح رعاية الأمومة والطفولة والاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. يوجد في إقليم عنسبة 37 مؤسسة صحية، منها مستشفى مرجعي و3 مستشفيات عمومية و5 مراكز صحية و26 عيادة.
احتفل برنامج لغة البلين في إذاعة صوت جماهير الإريترية بمرور 25 عاما من بدء خدماته يوم 30 من يوليو الماضي في مدينة كران. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد سالم علي ممثلا لإدارة إقليم عنسبة أنه من الشرف العظيم اختيار مدينة كرن للاحتفال باليوبيل الفضي لبرنامج لغة البلين في إذاعة صوت جماهير الإريترية. وأوضح أن بث إذاعة صوت جماهير الإريترية ببرامجها بجميع لغات البلاد يعكس الجهود الحكومية لمشاركة متساوية للمواطنين في كافة برامج البلاد. وذكر المساهمة الكبيرة لبرنامج البلين في الإذاعة للتوعية والمعلومات والتعليم والترفيه للمجتمع عامة والحفاظ على لغة البلين خاصة. وأوضح مسؤول برنامج لغة البلين في الإذاعة الصحفي يوب تسفهنس مسيرة ربع قرن، وقال إن البرنامج الذي بدأ بأيام محدودة ونصف ساعة في اليوم ارتقى حاليا ل 13 ساعة في الأسبوع. وشكر جميع المساهمين لتطوير البرنامج الذي جاء نتيجة مشاركة المستمعين. وأشار المدير العام لقسم الإذاعة في وزارة الإعلام السيد قرماي برهي إلى أهمية الاحتفال، وقال أن تقوية الإذاعة تقوية للمجتمع، داعيا تعزيز المشاركة التي تبدأ من الأسرة. وقدمت في المناسبة التي تخللها مسابقات معلومات عامة بين المستمعين وأنشطة فنية. قدمت الجوائز للفائزين في المسابقات والشهادات التقديرية للمساهمين في برامج لغة البلين في إذاعة صوت جماهير الإريترية. استشهد في 2 من أغسطس عضو المكتب المركزي للشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل يوناس دبساي جراء مرض فجائي ألم به عن عمر 81 عاما. التحق المناضل يوناس بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وبعد الاستقلال في مختلف المؤسسات الحكومية بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل يوناس دبساي رب أسرة، وقد ورى جثمانه الثرى ظهر يوم 3 من أغسطس في مقبرة الشهداء بأسمرة. ويعرب المكتب المركزي للشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن حزنه لاستشهاد المناضل يوناس دبساي، ويقدم تعازيه لأسرته ورفقائه وزملاء العمل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكد مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أوكواس أن التدخل العسكري في النيجر سيكون الخيار الأخير الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري للبلاد بعدما هدد قادتها باستخدام القوى. وقال مفوض أوكواس المكلف للشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى: الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال. وتحدث موسى خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في أبوجا يستمر حتى الجمعة. وكانت أوكواس التي يتولى الرئيس النيجيري رئاستها حاليا قد أمهلت الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس محمد بازام إلى السلطة بعدما طاحه انقلاب 26 من يوليو. وفيما بدأ مؤشرا على زيادة الضغط على هؤلاء، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء إلى القوة. في نيامي أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة جنرال عبد الرحمن تياني رفض كل العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة على النيجر، ورفض الخضوع لأي تهديد. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أجرت تدريبات عسكرية ليلية مع وحدات القوات الخاصة السورية. وصارت لقطات نشرتها الوزارة أن التدريبات اشتملت طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة
بالإضافة إلى كمية كبيرة من المشاة ومعدات عسكرية أخرى. وتدخلت روسيا في الصراع السوري عام 2009-2015 مستخدمة الضربات الجوية ونشر المستشارين والشرطة العسكرية لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد. بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة للغاية المسجلة صيفا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تشهد البلدان في الجنوب مثل تشيلي والأرجنتين حرا قياسيا رغم أنها في فصل الشتاء حاليا. وتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معهود على بعد 450 كيلومترا جنوبا في العاصمة سانتياغو، بلغت 24 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تبقى عند هذا المستوى في الأيام المقبلة. في هذه الأثناء في بونيس آيرس تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية، وهي على درجة تسجل في الأول من أغسطس منذ بدأ تسجيل البيانات بحسب الهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية. وتتميز ظاهرة النينو بارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادئ، مما يتسبب بتساقط الأمطار والانهيارات الثلجية في غرب أمريكا الجنوبية، إضافة إلى موجات الحر. أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا للإرصاد الجوي. وتم إطلاق القمر الصناعي إلى المدار المحدد مسبقا بواسطة صاروخ لونغ مارش 4C من مركز شيشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين. وسيقدم القمر الصناعي خدمات للتنبؤ بالطقس ودراسات كيميائية للغلاف الجوي ومراقبة تغيير المناخ والبحث. وكانت المهمة بمثابة الرحلة رقم 481 لصواريخ لونغ مارش الحاملة وفقا لمركز الإطلاق. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. تنظيم ورشة عمل لسلامة الغذاء في إقليم القاشبركة. حملة تشجير لأفراد قوات الدفاع. أعمال ناجحة للحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم عنسبة. دول غرب أفريقيا تحذر من التدخل العسكري في النيجر، هو الخيار الأخير للقوات. القوات الجوية الروسية تنظم مناورات واسعة النطاق في سوريا. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الشتاء في أمريكا الجنوبية. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.